العفو عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنتكلم عن واجهة برنامج ادوبي بريمير وازاي نكريت سيكونس او نكريت بروجكت جديد بكل سهولة. يلا بينا نفتح برنامج البريمير ونشوف الكلام ده بيتعمل ازاي. زي ما انتم شايفين برنامج بريمير فتح دلوقتي وممكن يفتح هوم بيج، بتبقى هنا بيكون فيها برضو انك تكريت سيكونس. هي لسه بتفتح اهي، هي لسه بنتكلم عنها. طيب كويس. طيب هنا عندنا البروجكتس او السيكونس اللي انا كنت شغال عليها قبل كده، فاقدر افتحها بكل سهوله. وانت كمان لما تبتدي تعمل تكريت نيو سيكونس جديد او نيو بروجكت جديده، كل اخر بروجكت هيكون فوق هنا، يعني هيبقى عندك البروجكتس بالترتيب بتاعها وامتى اخر مره فتحتها، علشان لو حابب تفتح بروجكت مثلا وانت ناسي مكانه فين او ناسي انت عملت سيف للبروجكت بتاعه فين، فتقدر تفتحه من البرنامج بكل سهوله. فتعالوا ندوس نيو كريت بروجكت، وده هنسمي البروجكت اي حاجه زي ما احنا عايزين. انا هسميه بروجكت. وهنا اللوكيشن ده المكان اللي بنختار فيه حفظ الملف او حفظ الفايل البروجكت بتاعنا فيه. طيب انا ممكن احفظه في الداونلود عادي او ممكن في البيكتشرز هنا، وانت تقدر تحفظه في اي مكان عندك على الجهاز بتاعك. وهدوس له اوكي. لو انت اول مره بتفتح برنامج بريمير او اول مره تفتح برنامج مونتاج عامه، فالواجهه دي هي الواجهه الرئيسيه في برنامج البريمير. زي ما احنا شايفين دي شاشه البريفيو اللي بيكون فيها اي حاجه هنا موجوده على التايم لاين. فتعالوا نجيب اي صوره او اي حاجه من الجهاز عشان نشوف الكلام ده عملي. طيب دي فوتج انا كنت منزلها او فيديو كنت منزله، ودلوقتي تعالوا نشوف ازاي نكريت سيكونس جديد. عشان نكريت سيكونس في كذا طريقه. ممكن ان احنا ندراج وندروب الفيديو بتاعنا او الايمج بتاعتنا او اي حاجه محتاجينها تاخد حجم الكومبوزيشن بتاعنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو سحبت دي كده بكليك شمال من الماوس ونزلتها على التايم لاين، ده هنا التايم لاين خلاص، هي السيكونس بتاعي او البروجكت بتاعي المقاس بتاعه اخد اوتوماتيكلي ايه المقاس بتاع الفيديو ده. يعني لو الفيديو ده مقاسه فول اتش دي، فهو نفس السيكونس هيكون فول اتش دي. لو الفيديو ده مقاس بتاعه فول اتش 4K، برضو السيكونس او البروجكت بتاعنا هياخد مقاس ال 4K. فتعالوا نشوف الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا لا. تعالوا نطلع بره خالص ونشوف الفيديو ده مقاس بتاعه قد ايه. طيب ده الفيديو اللي انا سحبته جوه على البريمير اهو، تعالوا نشوفه. طيب الفيديو بتاعي 4K، يعني من اللي هو 3840 على 2160. تعالوا نشوف بقى هل السيكونس او البريمير اخد نفس المقاس ده ولا لا. طيب علشان نروح للبروجكت سيتنجز بتاع او السيتنجز بتاعت البروجكت اللي انا شغال عليه او السيكونس اللي انا واقف عليه دلوقتي، هنروح لسيكونس وهنروح لسيكونس سيتنج، وهنلاقي ان عندنا في الفيديو هنا الفريم سايز ده الحجم بتاع الكومبوزيشن او البروجكت بتاعي، ففعلا هو واخد نفس المقاس اللي انا عملته. طيب دي اول طريقه. تاني طريقه ان احنا ممكن نكليك يمين وندوس نيو ايتم ونختار سيكونس ونروح. طيب دول ممكن اشرحهم في مره تانية، فخلونا انا بحب استخدم الاريا ال 1080 1920. هنا برضو السيكونس بتاعنا ممكن نخليه اي حاجه، 1 2 3 4 عادي، اي اسم يجي في بالك او اسم البروجكت بتاعك. احنا عشان بنشرح دلوقتي فمش شرط ان احنا نكتب اي حاجه. طيب علشان اخش على السيتنج بقى واظبط الاعدادات بتاعه الطول والعرض، ولو عايز انا اخليها مثلا لو هي دلوقتي على المقاس العادي بتاع الفيديو وانا عايز اخليها على مقاس ريل، هروح هنا من السيتنجز بتاعه البروجكت، وال 1920 هغيرها ل 1080 وهعكس علشان اطلع بالسيكونس اللي انا عايزه. في حاجه مهمه برضو لازم ناخد بالنا منها، وهي الفريم ريت. الفريم ريت بتاع الفيديو لازم يكون نفس الفريم ريت اللي اتصور بيه الفيديو. يعني عندنا كذا حاجه طبعا، اللي عندنا ال 24 العاديه وال 25 بير سكند وال 29 وال 30 فريم وفي 60 فريم وفي حاجات معينه على حسب الكاميرا بتصور بكام فريم. خلونا بقى ندوس نيو كريت سيكونس ونبتدي نشوف الكلام ده. طيب دي عندنا شاشه البريفيو اللي بيكون فيها اي حاجه على التايم لاين، يعني اي حاجه هتكون تحت على التايم لاين ده هتكون موجوده في شاشه البريفيو. نقدر نتحكم في الكواليتي اللي احنا بنشوف بيها الفيديو، ده مش بيأثر خالص على الكواليتي بتاعت الفيديو الاصلي او الكواليتي اللي احنا هنعمل اكسبورت او اخراج للفيديو بيها. دي بس بريفيو سريعه علشان لو انت عندك الجهاز تقيل او الجهاز بطيء وامكانياته ضعيفه تقدر تشغل وتشوف البريفيو بتاعتك بسهوله من غير ما يعمل لاج او يقطع. طيب علشان نكريت فولدر للسيكونس وعشان نكريت فولدر للبي ان جي او الصور او البيرولز بتاعتنا، نعمل ايه؟ هندوس كليك يمين ونقول له نيو بن، او هنمسح دي ونقول له هنا بن على طول، نيو بن. هيفتح لنا، هينزل لنا دلوقتي على طول فولدر، هو شكل الفولدر اهو.
فهنسميه مثلا PNG او PNG، وممكن او خلينا فيديو نكريت واحد جديد ونقول له فيديو، وهنجيب الفيديو بتاعنا. ما ننساش ان ده السيكونس، ما ينفعش ندخل السيكونس مكان الفيديو. احنا ممكن نكريت فولدر للسيكونس بتاعنا ونضيف فيه السيكونس بتاعنا. فتعالوا ندوس كليك شمال ونقول له سيكونس، ونجيب السيكونس بتاعنا هنا علشان تبقى الدنيا واضحه. وده سيكونس برضه فممكن نرميه هنا. فالتنظيم مهم جدا. فاحنا لو فتحنا الفيديو هنلاقي فيها الفيديو بتاعنا، ولو فتحنا مثلا PNG هنلاقي فيها الصور بتاعتنا هنا. ولو فتحنا السيكونس، لو عندنا كذا سيكونس على في نفس البروجكت فنقدر نوصل لهم بكل سهوله. وطبعا ما ننساش نسمي كل سيكونس بتاعنا يعني اسمه ايه على حسب البروجكت بتاعنا بيتكلم عن ايه، علشان نغير الاسم بتاعنا لو هو مش متغير ونازل باسم غريب. ممكن ندوس كليك يمين على السيكونس بتاعنا كده ونقول له رينيم ونغير زي ما احنا عايزين. وبس كده، ده كان كل الفيديو، وفدتكم بعافية.